الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. هذا السؤال من الأخ سمير أبو أنس الجزائري يقول: يتواصل معنا بعض الشباب السلفي ليتحقق من معرفة الحق ومن هم أهل الحق، الذين هم مع العلماء الكبار في هذه الفتنة، فيقال لنا هذا من التميع أو التمييع واحتواء وضعف المنهج. وبسبب هذا التواصل معهم وفق الله سبحانه وتعالى بعض الشباب السلفي للرجوع إلى الحق وأهله من باب الالتزام بنصائح توجيهات أهل العلم. تساءل كثير من الأخوة السلفيين: ما قول الشرع في هذا الباب؟ نعم، ما فعلتموه هذا أمر طيب وجيد، وجزاكم الله خيرا على هذه الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النصيحة في الدين تشمل السلفي وغير السلفي، ونحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونبين الحق لكل الناس، سواء كانوا موافقين أو مخالفين. ولو كانت الدعوة خاصة بالموافقين لما جاءت هذه الآيات والأحاديث التي تجادل أهل الباطل وتبين شبهاتهم وتبين الحق لما سلكوه من الطرق الباطلة. ونقول لهؤلاء الأخوة: يعني ما قولكم في فعل ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب إلى الخوارج ونظرهم ونصحهم وبين لهم، فرجع نصف الجيش، وهذا مذكور في السير وفي الأحاديث، ويذكره أهل العلم في مناظرة أهل البدع. وطبعا هذه مكتوب موجودة، أو أوردها أهل العلم في كتب الردود. لكن طبعا تحتاج أيضا إلى ضبط هذه المسائل. أهل البدع الدعاة وأهل الشبهات الكبار، هؤلاء يحتاج في مناظرتهم أمور منها القدرة العلمية والتأصيل العلمي والقوة في العلم والحجة حتى لا يتأثر. والأمر الثاني أن تكون هناك مصلحة في دعوته، لأنه إذا بين له الحق أن يرجع عن باطله حتى لو كان من أهل البدع. وقد ناظر أهل العلم كثير من رؤوس أهل البدع كالإمام الشافعي والإمام أحمد، ناظروا رؤوس المعتزلة والجهمية في وقتهم. و يعني هذه الدعوة والمناصحة والمناظرة أحيانا لهؤلاء الشباب، هؤلاء ليسوا دعاة كبار وليسوا أهل شبهات، لكنهم مقلدون لمن كانوا يثقون بهم ويستفيدوا من علمهم، وقد يكونوا وقد يكونوا من طلابهم المقربين. فيعني يصعب عليهم مفارقتهم في هذه اللحظة مع خفاء يعني كلام أهل العلم وطلاب العلم السلفيين عليهم، لما يعني لما فعله يعني رؤوس التفريق من الشبهات، ومن يعني عدم السماح لهؤلاء الشباب بسماع كلام العلماء وسماع كلام طلاب العلم. فإذا كان هناك سلفي صاحب علم وبصيرة يوصل لهم الحق ويوصل لهم كلام أهل العلم فيرجعون بذلك، هذا من أفضل الأعمال ومن أمر الطيب. وفيه نصيحة إلى هؤلاء المغرر بهم: فما فعلتموه أمر طيب. وننصح هؤلاء الأخوان يفسح المجال لهؤلاء الشباب إن كانوا يعني عاجزين أو لا يرون مثل ذلك، مثل هذه الأفعال، أو لا يستطيعونها أو يرونها من الخطأ، أن لا يحرموا أو لا يمنعوا غيرهم من القيام بهذا الواجب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم تسليما كثيرا.